بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي الغاليات. اليوم جيتكم بوصفة صابلي بنينة بزاف، يذوب في الفم بحشوة مقرمشة رائعة. إن شاء الله تجربوه وتعجبكم. ونبداو في تحضير الوصفة نتاعنا على بركة الله. نحتاج لتحضير الوصفة تاعي 250 غرام زبدة، صفار بيضة بيضة كاملة، كاس سكر، كاس مايزينا، 3 مغارف كبار كاكاو بني، ونصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وقرصة ملح. نديرو الزبدة تاعنا والسكر والمايزينا والبيض والكاكاو، نديرهم كامل مع بعضهم هكا، وقرصة ملح طبعا ما نساوهاش، ونخلطوا المواد نتاعنا مع بعضهم. اذا حبيتي تخلطين باليد لازم تخدمي غير بشويه السكر مع الزبده ومن بعد تضيفي البيض لكن هنا انا طلعتهم بالباتر طلع. ما يحتاجش اني ندير بالحاجه. ونضيف شويه فرينه بشويه، الفرينه تاعنا ما نضيفوهاش على ضربه، نضيفو بشويه باه نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نضيف نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه. هنا ما نديروش الخميره بزاف باه ما يفسدش الشكل تاع الصابلي تاعنا. ونلمو العجينه تاعنا هكا، لازم تحصلوا على عجينه تكون طريه. انا هنا ما قطعتش عليكم التصوير وسرعت لانه لازم الفيديو ما يجيش طويل بزاف. نديروها في ساشيه ونخليوها تريح. كنفتحوا العجينه نتاعنا، احسن نديرو نحلو نيلون ولا سيلوفان. لازم نحلوها على حاجه تكون رطبه هكا. نقطع طوائر بالطابع. هنا الطابع ديري الطابع اللي حبيتيه واللي يعجبك. انا درت دوائر. بعد ما نكملو نطبعو كامل العجينه تاعنا، نديرها في صينيه الفرن وندخلها طيب على درجه حراره 180 درجه. طيب من التحت من فوق، ما تخليش الصابلي تاعي وخاصه تاع الكاكاو يطيب بزاف. دركا نروحو نحضروا كريمه الزبده تاعنا. هنا عندي 150 غرام زبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. عندي كاس سكر، وعندي ملعقه ونصف فانيليا، وعطر الكراميل هذا اختياري، لا حبيتي ديريه لا ما حبيتيش ديري اي عطر تحبيه نتيا. الكراميل يتماشى مع الشوكولا، درت انا عطر الكراميل. نطلعوا الكريمه تاعنا بالباتر. هذه هي الكريمه تاع الزبده تاعي اللي درتها في الصابلي تاعي. وهي كاين بزاف انواع تاع كريمه الزبده، هذه اسهلها. هنا عندي الفيوتين، نضيف له شويه شوكولا تاع الطلي. هنا الكميه ديري على حساب الصابلي اللي درتيه. اذا ضاعفتي الكميه تاع الصابلي ديري اكثر، اذا درتي كميه صغيره ديري كميه صغيره. نلمو الفيوتين تاعنا بالشوكولا الطلي، تكون درجه حراره الغرفه حتى هي هكا. هذا هو الحشو تاعنا اللي حنديروه للصابلي، بنين بزاف ومقرمش. نبداو نلصقوا الصابلي تاعنا. نديرو كميه مليحه من كريمه الزبده هكا، وفي الوسط نديرو الحشو الفيتين تاعنا مع الشوكولاته الطلي هكا. هذا الحشو بنين بزاف يا البنات، جربوه متندموش عليه. نبداو نسقموا الكريمه تاعنا على الجوانب هكذا، ونكملوا كامل حبات نتاع الحلوى تاعنا، نكملوهم كامل، نلصقوهم كامل هكا. ونديرها في الثلاجه. لازم تبرد كريمه الزبده تاعك باه تطليها، باه تقلاصيها عفوا. انا عندي شوكولا نوار وشوكولا اولي، خلطتهم مع بعضهم، ذوبتهم في حمام مائي، ضفت لهم ملعقه زيت، هذا مكان. نقلاصي الكاطو تاعي كامل ونخليه ينشف. هنا عندي ترانسفير تاع عيدكم مبارك، درت الشوكولا هكا بالطريقه هذه. نديروها في المجمد تبرد.
نحيت لي موتيف تاعي هكا ولصقته مع الصابلي بشويه شوكولا هكذا. هذا هو الكاطو تاعنا بعد ما وجد، جا ما شاء الله ذوق رائع، يعني شكل وذوق ما شاء الله، حاجة بسيطة وبنينة. جا الحشو تاعو بنين بزاف ومقرمش، ويعني ما نقولكش يذوب في الفم. دونك نقسم لكم الحبة قدامكم تشوفوها، نقسم الحبة تاعنا ها، يعني جا ما شاء الله يذوب في الفم ها. يعني قاطو تاعي طري وبنين، وجربيه وما تخافيش منه. هذا هو الفيديو تاعي نهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. وما تنسوش احبائي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باه يلحقكم جديد تاعي. وانا ما بقى لي غير نقولكم صحه فطوركم، صحه في سحوركم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.